كل سنة وانتم طيبين يا أحلى بتوع أفلام في كوكب الأرض، ويا رب سنة 2024 تبقى سنة سعيدة علينا كلنا يا رب، آمين يا رب العالمين، وعلى أهل غزة وعلى أهل السودان وعلى أهل كل الناس في الوطن العربي اللي في أزمات. ربنا معانا يا رب، وإن شاء الله بخير بإذن الله في 2024. وبإذن الله في الحلقة دي انتوا عارفين إن احنا بنعمل حلقة في أول السنة كده على أكتر أفلام منتظرة في 2024، وفي نص السنة كده بنقول إيه أكتر أفلام منتظرها الباقي 2024. واللي واضح المعالم حتى الان دول اللي هنقولهم في الحلقه بتاعت النهارده. هنتكلم على الافلام العربي المنتظره والافلام الاجنبي اللي انا منتظرهم في 2024 بالنسبه لوجهه نظري انا الشخصيه. بس قبل ما نبتدي الحلقه طبعا عايزكم تظبطوا اخوكم احمد كمال، ان انتوا تظبطوا لي لايكات كتيره جدا جدا جدا، نظرا ان الحلقات ما بتوصلش لناس كتير والاشعارات ما بتوصلش، فحاولوا تدوسوا لايكات وتشيروا الحلقه على قد ما تقدروا. وطبعا اتمنى لو انت مش مشترك في القناه تشترك في القناه لو عجبك المحتوى وعجبتك الحلقه باذن الله. وطبعا قبل ما نبتدي الحلقه اوعوا تنسوا اخواتكم في فلسطين وشاركوا سواء بالدعاء او من خلال التبرع، وهسيب لكم لينك التبرعات في الديسكريبشن. ويلا بينا نخش في الحلقه. اهلا مسا عليكم، انا احمد كمال بتاع افلام. مبدئيا يا بتوع افلام هنتكلم على الافلام العربي، لان احنا نظرا ان احنا برضو حتى الان في الوطن العربي ما بنذكرش المواعيد، ما نعرفش ايه المواعيد بتاعت اي فيلم، غير ان احنا مثلا عارفين ان ممكن يبقى فيلم ما ممكن ينزل في العيد ولكن مفيش ميعاد معين. احنا لغايه دلوقتي ما بنعملش الموضوع ده، ولكن بره كما تعودنا ممكن افلام بعد 3 4 سنين يقول لك شهر كذا يوم كذا عادي جدا. فاتمنى ان احنا نتطور شويه في الحته دي. فانا هجيب لك الافلام اللي غالبا هينزلوا في 2024 باذن الله، واكتر افلام انا يعتبر متحمس لها في السنه دي كافلام عربي. ونبتدي باول فيلم، ويعتبر الفيلم ده نزل في 2023 بس لسه حتى الان ما نزلش للسينما عموما. هو اتعرض في مهرجان الجونه على ما اعتقد، واتعرض في مهرجان مش فاكر اتعرض في مهرجان البحر الاحمر ولا لا، انا مش فاكر، مش متذكر الصراحه. وهو فيلم آل شنب. فيلم آل شنب من اخراج وتاليف المخرجه ايتن امين، والفيلم من بطوله مع حفظ الالقاب للجميع ليلى علوي، محمود البزاوي، لبلبه. الفيلم المفروض على ما اعتقد هينزل الشهر ده او الشهر اللي جاي بالكتير، بس لسه برضو حتى الان ما نزلوش ميعاد محدد هينزل امتى، بس هو المفروض في اول شهرين في السنه. اما الفيلم الاخر اللي احنا منتظرينه المفروض كان ينزل السنه اللي فاتت مكان مرعي البريمو، ولكن نزل مرعي البريمو مكانه، وهو فيلم الجواهرجي من بطوله هنيدي ومنى زكي. مهما هنيدي عمل الصراحه انا هبقى اكون عايز وبيبقى كل مره امل ان فيلمه اللي جاي يبقى احسن. فانا عمري هخش فيلم الهنيدي الجديد واشوفه ان شاء الله، واتمنى يكون اتعلم او عادي، مفيش حد كبير على ان هو يغلط حد، ما فيهاش اي مشكله. فاتمنى ان فيلم الجواهرجي ده يبقى عوده هنيدي، خاصه ان معاه الفنانه منى زكي، وده اول لقاء يجمعهم من ساعه فيلم صعيدي في الجامعه الامريكيه اللي نزل سنه 1998. وبما اننا جبنا سيره منى زكي، ففي فيلم برضو انا اتكلمت عنه في حلقه الاخبار، وان شاء الله باذن الله الاسبوع ده هتبقى حلقه الاخبار الجديده باذن الله. انا بعتذر جدا على التاخير عليها، ان هيبقى في فيلم المفروض هيبقى موجود في 2024 من بطولة الفنان كريم عبد العزيز وايضا الفنانة منى زكي، اسمه لعب عيال، والفيلم من اخراج المخرج طارق العريان، اللي يشغل باله دلوقتي فيلمه الاهم، ويعتبر ده الاهم في 2024، بس هنتكلم عليه لما نوصل له اكتر واكتر. وايضا من خلال بودكاست مع هشام ماجد عرفنا ان في فيلم جديد باذن الله هينزل في الصيف ده برضو، ده برضو من الافلام اللي انا متحمس لها جدا. فيلم فاصل من اللحظات اللذيذه من بطولته هو وايضا هنا الزاهد، والفيلم من اخراج المخرج يعتبر اجمد مخرج كوميدي في مصر حاليا، هو المخرج احمد الجندي. والفيلم هيبقى من تاليف الستاند اب كوميديان المشهور المعروف جورج عزمي. اما من الافلام اللي احنا الكلام عنها توقف شويه، ولكن لو نزل باذن الله 2024 هيبقى برضو من اكتر الافلام اللي انا منتظرها. فيلم لسه حته للفنان احمد حلمي، والفيلم ده المفروض هيقدم فيه اللي هو جو السايكو دراما على كوميدي، فهنشوف حاجه مختلفه او حاجه من الحاجات المختلفه اللي كان بيعملها
بيعملها احمد حلمي زمان. اتمنى ان ده اللي يحصل، واتمنى ان الفيلم ينزل. وطبعا ايه خالص التعازي ليه عشان شقيقه توفى خلال الفتره اللي فاتت، فاعتقد الفتره دي هيبقى صعب ان هو يعني خلال الفتره دي مش هيشتغل اعتقد. ونيجي يعتبر لاكتر فيلم منتظر في 2024 اللي انا راهنت في الحلقه اللي فاتت ان هو ده هيبقى اعلى ايرادات في تاريخ السينما المصريه، وهو فيلم ولاد رزق الجزء الثالث. الفيلم يعتبر عوده نجوم ولاد رزق اللي هم احمد عز طبعا وعمرو يوسف، ولكن اللي بيقال ان احمد داوود واحمد الفيشاوي مش هيبقوا موجودين في الجزء ده، ولكن في الجزء ده يضاف عليهم الفنان آسر ياسين. وطبعا زي ما احنا سمعنا عن الاخبار خلال الفتره اللي فاتت ان المستشار تركي آل الشيخ زود على او حط تمويل للفيلم 3 مليون دولار، فده على الاكسبكتيشنز قوي 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 بالنسبه للناس ان هو فيلم يبقى المفروض اقوى فيلم اكشن اتعمل في تاريخ مصر وفي تاريخ الوطن العربي، ومنتظرين حاجه قويه جدا. وخاصه ان المخرج اللي عمل يعتبر من افضل المخرجين اللي عملوا اكشن في مصر برضو عموما، المخرج طارق العريان. فدول يعتبر ابرز الافلام المصريه اللي انا منتظرها في 2024. اما بالنسبه للافلام الانجليش فهي اكتر شويه، لان الافلام الانجليش زي ما قلت لكم هم محددين. طبعا بيبقى في حاجات في النص بتطلع كده، وفي الاخر ممكن القائمه تطلع بتاعه الافضل مثلا بالنسبه لي من كل اللي انا متحمس فيهم دول ما يطلعش ولا حاجه في القائمه دي. عادي ممكن تبقى تطلع افلام في النص زي ما انا قلت لكم، زي ما انتم شفتوا في الحلقه بتاعه ذا بيست مثلا. رقم واحد بالنسبه لي كان فيلم انا ما سمعتش عنه قبل كده او شفته قبل كده او شفت اعلانه قبل كده او كنت اعرف ان هو نزل في 2023 اساسا. ولو هتسالني ايه هو الفيلم روح شوف الحلقه، عيب عليك بقى. نبتدي بواحد من ممثليني المفضلين، فيلم ذا فول جاي من بطولة الفنان راين جوزلينج، وبتشاركوا في البطولة الفنانة إيميلي بلانت. والفيلم ينتمي لنوع الأفلام الأكشن كوميدي، وأنا بحب النوعية دي جدا، وخاصة إن هي بتليق جدا على راين جوزلينج. فده يعتبر أوائل الأفلام اللي أنا متحمس لها في 2024. يعني مش أنا ما بقولش بالترتيب، بس طبعا آخر واحد ده يعتبر هو أكبر واحد انا منتظر. وبالمناسبه فيلم ذا فول جاي اللي انا كلمتكم عنه ده المخرج بتاعه هو نفس مخرج بوليت ترين اللي عجبني اخراجه جدا في الفيلم ده. تاني فيلم معانا فيلم باد بويز الجزء الرابع. يعني طبعا يعني انا شاب تسعيناتي، فيعني باد بويز حتى لو الجزء الرابع ده هيبقى الاقل طبعا نظرا لان ويل سميث بيكنسل تماما ويعني خلاص بينتهي، ولكن برضه هتفرج عليه لان الفيلم ده انا بنتظر الثنائيه دي الصراحه، ويل سميث ومارتن لورنس. والفيلم هينزل يوم 14 يونيو او 14 6، يعني هينزل يوم 14 6 2024. اما ثالث فيلم معانا الجزء الثالث من فيلم ديد بول طبعا، وديد بول ده هيبقى فيه كمان هيو جاكمان وولفرين. يعني في حاجه اشيك من كده. طبعا ديدبول من اكتر الافلام السوبر هيروز اللي كانت مختلفه وار ريتد او فيها شتايم وفيها اباحه من السوبر هيرو، وهو الفنان راين رينولدز يعني. وكان مختلف. الجزء الاول عجبني جدا جدا ومن اكتر الافلام الحلوه اللي انا بحبها سوبر هيروز. الجزء الثاني يعتبر اقل شويه من الجزء الاول بس عجبني برضو جدا. الجزء الثالث في ناس كتيره قوي بتقول وترجح ان ده هيبقى احلى جزء. اتمنى ان ده اللي يحصل. والفيلم هينزل يوم 26 يوليو او 26/7 2024. اما من الافلام اللي نجحت وكسرت الدنيا جامد جدا في 2023 فقالوا يعني بسبب نجاح الجزء ده كان ممكن يعطلوا شويه لحد ما يعملوا الجزء الجديد من السلسله التي لن تنتهي، فيلم سو الجزء ال11. ايوه حالا بالا كده. الفيلم هينزل يوم 27 سبتمبر 2024 او يعني 27/9. وطبعا كده احنا رجعنا زي الاول. فاكرين الاول صا من اول ما نجح كان بينزل كل سنه جزء جديد. فيعني بعد نجاح الجزء ده ويعني الايرادات بقت زي الافلام بتاعت السلسله بتاعت الجزء الاول، اعتقد لو الجزء ده برضو نجح هيعملوا منه الجزء اللي بعديه السنه اللي بعديه او هكذا. طالما بيعملوا اجزاء حلوه ما عنديش مانع، كمل مفيش اي مشكله. اما برضو الفيلم اللي نجح بقى السنه قبل اللي فاتت برضو من الافلام اللي انا منتظرها فيلم سمايل لو تفتكروا، وعجبني جدا. وفي ناس كانوا بتوع افلام كانوا شايفين ان انا ببالغ ان هو عجبني قوي وان هم شايفينه فيلم عادي. هو فيلم عادي بس عجبني. يعني الاكسبيرينس نفسها في السينما كانت شداني. عامه الفيلم هينزل يوم 18 اكتوبر 2024 او 18/10 2024. ومن الافلام الرعب اللي انا منتظرها خاصه ان انا بحب افلام الرعب جدا الجزء الثالث من فيلم تيريفاير. تيريفاير ده من اكتر الافلام انا مبسوط اني نشرتها.
يعني انا فاكر ان انا من بدايه لما ابتديت خالص ان انا رشحت الفيلم ده، يعتبر من اوائل الافلام في ترشيحات الافلام الرعب في اول سنه عملتها. الفيلم ده ما كانش منتشر قوي وسطنا كده في الوطن العربي، يعني ما كانش مشهور قوي. دلوقتي بقى مشهور، مش بقول ان انا السبب اكيد، يعني قصدي ان الفيلم ابتدى يتشاف اكتر، خاصه ان هو فيلم مش هاي بادجت بقى وتحت استوديو تقيل وكده، لا. والفيلم الجزء الاول بعد ما نزل بفتره الناس كتيره جدا ابتدت تتفرج عليه فنجح اكتر واكتر، فاتعمل منه الجزء الثاني، نزل غالبا برضو السنه قبل اللي فاتت وكان احلى من الجزء الاول بكتير. عملوا كل حاجه في الرعب، عملوا كل حاجه في طريقه قتل، يعني ارت ذا كلاون. ارت ذا كلاون ده فعلا بقى شخصيه ايكونيك جدا في الهورر او عالم افلام الرعب. فالفيلم هينزل يوم 25 اكتوبر او 25/10/2024 ومنتظره جدا. وخد بقى هديك حاجه كده حماسيه، لو انت من عشاق جاكي شان هتنبسط قوي من الخبر ده، او لو انت من عشاق افلام الثمانينات، فاكرين طفل الكاراتيه كيد؟ فاكرين الفيلم ده القديم اللي اتعمل منه دلوقتي مسلسل اسمه كوبرا كاي واتكلمت عنه قبل كده غالبا السيزون الاولاني؟ الطفل ده بقى يعني دلوقتي هو البطل الرئيسي بتاع كوبرا كاي اللي بسم الله ما شاء الله لا ينتهي، وكل شويه من كتر النجاح بيتعمل له سيزون جديد. وفاكرين فيلم كاراتيه كيد اللي هو الجديد اللي هو كان فيه جاكي تشان وابن ويل سميث؟ فاكرين الفيلم ده؟ في الجزء ده بقى اللي هينزل يوم 6 ديسمبر 2024 هيبقى فيه الاثنين، جاكي شان والبطل بتاع كوبرا كاي القديم في الثمانينات هيجتمعوا مع بعض في فيلم واحد. فدي حاجه مشوقه ولذيذه جدا، خاصه ان انا حاسس ان انا بقالي كتير ما شفتش جاكي شان في السينما، بقالي فتره. وكم اتمنى راش اور الجزء الرابع. اخ 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 اخ. اما من الافلام برضو المنتظره اللي عجبني الجزء الاول، ما كنتش متوقع ان الجزء الثاني يعجبني، ولكن طبعا الجزء الثاني عجبني وعشان كده انا منتظر الجزء الثالث، وهو A Quiet Place الجزء الثالث، وهو بعنوان Day 1 او اليوم الاول للكارثه اللي حصلت في فيلم Quiet Place. لو انت مش عارف ايه الكارثه اللي حصلت اتفرج على الجزء الاول والثاني. الفيلم هينزل يوم 28/6 او 28 يونيو 2024. ونيجي دلوقتي لاكتر افلام يعتبر دول التوب اللي انا منتظرهم، غير طبعا الافلام التانية اللي انا قلتها طبعا، بس دول يعتبر الاكثر تحمس. واتمنى في منهم فيلمين هو لا يعني لم يذكروا ان هم هينزلوا في 2024، بس انا اتمنى ان هم ينزلوا في 2024 لان قبل كده على اي ام دي بي كانوا المفروض كاتبين 2024 لكن دلوقتي اختفت. الجزء الخامس من سلسله افلام ليثل ويبن، ده بقى النوستالجيا الجميله واكتر افلام اكشن اتفرجت عليها يعني زمان وانا صغير كتير واسترجعتها خلال الايام اللي فاتت. انا بسترجعها كل فتره كده عموما، في الايام اللي فاتت استرجعتها فكنت قد ايه فعلا مبسوط بالاجزاء دي. يعني لو انت ما شفتوش قبل كده اتفرج حتى على الجزء الاول هيعجبك، هتلاقي نفسك جريت على الجزء الثاني. انا بالنسبه لي الجزء الثاني يعتبر هو احلى جزء في السلسله، من احلى اجزاء السلسله. الجزء الثالث حلو بس اللي هو تحس عادي يعني. الرابع بالنهايه وبالشكل اللطيف دي وكل حاجه انا عجبني جدا، وكان يعتبر الظهور الاول لجيت لي في هوليوود. فاتمنى ان الجزء الخامس يتعمل، وهو هيتعمل لان قلت لكم انا وذكرت لكم قبل كده ان ميل جيبسون ان مخرج سلسله افلام ليثل ويبن كان ناوي يعمل الجزء الخامس، وده بالتاكيد. ووصى ميل جيبسون قال له لو انا مت عايزك انت اللي تخرج الفيلم، وده وعد. وميل جيبسون قال وانا وعدك ان انا اعمل كده، فهو الراجل توفى. فميل جيبسون طلع قال زي ما وعدته انا لازم اوفي طبعا، وهعمل ليثل ويبن الجزء الخامس، وموجود على اي ام دي بي ان هو هيتعمل خلاص، ده شيء رسمي. اما الفيلم الاخر طبعا يعني ده لو نزل في 2024 ده هيبقى رقم واحد، لان يعني انتوا فاهمين وهقول لكم ليه. فيلم اسمه هير، اوكي، وانا قبل كده اتكلمت عنه وقلت عنه قبل كده في حلقه من حلقات الاخبار او كده. الفيلم من صناع فيلمي المفضل فورست جامب، مش هقول لك اكتر من كده. ممثلي المفضل توم هانكس، وايضا الفنانه روبن رايت بين اللي كانت جاني في فورست جامب، ومن اخراج مخرج فورست جامب روبرت زماكس. والفيلم من تأليف او كاتب السيناريو والحوار نفس الكاتب والسيناريو والحوار بتاع فورست جامب إريك راث. فكل ده كل التجميعه دي تخليني اقول طبعا ان انا الفيلم ده لو المفروض نازل في 2024 هيبقى يعتبر من اكتر الافلام اللي انا منتظرها في 2024، ولكن لم يحدد الميعاد بعد. ونيجي دلوقتي لاكتر فيلمين، اكتر توب فيلمين انا منتظرهم وقلقان منهم. يعني الاثنين دول برغم ان انا اكتر فيلمين منتظرهم
خايف ان الاتنين اطلع اقول رجعوا لي ال 100 جنيه بتاعتي. هتقول لي ازاي يا ابو حميد للدرجه دي؟ اقول لك قلقان قلقان يا عبد الرحيم. ايوه قلقان جدا. والفيلمين جزئين تانيين من افلام الجزء الاول، افلام حلوه جدا، افلام يعتبر هيخلدوا، افلام المفروض هيخلدوا يعني. تمام. نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم كده بالجزء الثاني من فيلم جلاديتر. ايه ده يا ابو حميد؟ جلاديتر بتاع سنه 2000، راسل كرو، الفيلم اللي احنا اتربينا عليه واخد اوسكارات كتير ونجح جامد وحصل وده. ايوه. الجزء الثاني من فيلم جلاديتر نازل يوم 22 نوفمبر 2024 او 22/11/2024. طبعا الفيلم ده مش هيبقى فيه راسل كرو عشان احنا عارفين ليه. لو انت مش عارف ليه اتفرج على فيلم جلاديتر، لو انت ما شفتوش تبقى يعني لا مش هقول لك كارثه، عادي طبعا لو ما اتفرجتش عليه ايه المشكله يعني، روح اتفرج عليه وعادي يعني، بس ده فيلم مهم جدا. ولكن اللي هيبقى بطل الفيلم ده او بطلين الفيلم ده الممثل الرائع الاسطوري دانزل واشنطن، وايضا الممثل الواعد اللي يعتبر دلوقتي من اشهر الممثلين في العالم بيدرو باسكال. والفيلم برضو من اخراج المخرج ريدلي سكوت. دي بقى مش هقول لك دي اكتر حاجه قلقاني، ريدلي سكوت ده يعتبر من عظماء، من اكتر المخرجين الاساطير بره، ولكن عشان مش هقول لك برضو عامل السن، لان طبعا انتوا شايفين مارتن سكورسيزي بيعمل ايه. هو بيعمل افلام كتير خلال الفتره اللي فاتت، ولكن الافلام مش ناجحه زي الاول، ده مبدئيا كايرادات، ولكن الايرادات مش مقياس، ولكن الافلام مش برضو مش بقوه ريدلي سكوت. نابليون اللي احنا شفناه السنه اللي فاتت لا كان المفروض يبقى ملحمي او حاجه تذكر يعني، ولكن ما طلعش اجمد حاجه. ولكن هو ده اللي انا متخوف منه شويه، ولكن طبعا اتمنى من كل قلبي ان الجزء الثاني يبقى قوي جدا وبقوه الجزء الاول. وده سؤال الحلقه، انتوا شايفين الجزء الثاني هيبقى يعني نفس القوه ولا ايه الكلام؟ خاصه الفيلم من بطوله دانزل وبيدرو باسكال برضو، دانزل واشنطن. ونيجي دلوقتي عند يعتبر اكتر فيلم انا متحمس له في 2024، وهو طبعا جوكر الجزء الثاني او جوكر فولي ادو. طب قلقان من ايه يا ابو حميد؟ ده انت فاكر قبل كده لما انت قلت الجزء الثاني هيبقى اقوى من الجزء الاول؟ اتمنى والله، بس انا قلقان. هتقول لي قلقان من ايه يا ابو حميد؟ هقول لك قلقان عشان الفيلم بيقال ان هو ميوزيكال موسيقي. يا جوكر عامل ايه؟ مالك بتضحك ليه؟ ولا لو حصل كده، واللي قايمه بدور هارلي كوين ليدي جاجا، فهيبقى لايقه عليها جدا. فاتمنى ان ده ما يحصلش، واتمنى ان تود فيليبس اكيد مش عبيط المخرج، تمام؟ اتمنى ان هو ما يبقاش اهبل بالحركه دي، او ان يشوف الميوزيكال ده هيبقى عامل ازاي. اتمنى ان هي ما يا ريت يعني، اتمنى ان الجزء الثاني يبقى اقوى من الاول زي ما انا قلت، ولكن انا متخوف. هنشوف يا ترى هيبقى رجعوا لي 100 جنيه ولا هيبقى من اكتر الافلام اللي عجبتني في 2024. هننتظر ونشوف. ربنا يدينا ويديكوا طولة العمر يا رب، ويا رب السنه دي تبقى سنه سعيده عليكم وعلى جميع الامه العربيه باذن الله يا رب. ونيجي دلوقتي عند سؤال الحلقه، ايه اكتر فيلم انت منتظره في 2024؟ وريني القائمه بتاعتك، سيبوا لي رايكم تحت في الكومنتات وهرد عليكم زي ما احنا متعودين على طول. وفي نهايه الحلقه بتوع افلام، اتمنى في نهايه الحلقه تظبطوا لي لايكات كتيره جدا 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 عشان الاشعارات ما بتجيش لاخواتكم من بتوع افلام. اتمنى ان انتوا تظبطوني. ولو انت جديد وعجبتك الحلقات وعجبك المحتوى، اتمنى طبعا ما تبخلش عليا باشتراك بعد اذنك يعني، ده يعني لو تكرمت. وطبعا اوعوا تنسوا اخواتكم في غزه سواء بالدعاء او سواء بالتبرعات، هسيب لكم لينك التبرعات في الديسكربشن. واحلى مسا عليكم.